ان انتوا تحضنوه وتخشوا بيه للجمهور؟ اه طبعا اي لعيب بيجي للنادي الاهلي بنحاول بس امام حاله. اه طبعا اكيد حاله جاي مش كان في حوالين الموضوع مشاكل كتير بس خلاص هو بقى من ضمن فريق النادي الاهلي وربنا وفقه. واحنا فعلا حتى كهربا عشان قريب منه قوي هو خده للجمهور والجمهور استقبله بشكل كويس فالموضوع انتهى يعني. كنت عارف ان كهربا لو جاب هدف هيحتفل احتفال امام؟ لا كانت مفاجاه. ليش هو على طول ما بيحتفل معايا وبيجي لي فما بصيت له كده قلت له عشان كده فبص فوق ما كنتش عارف ان امام فوق فردتك جالك. قلت له بعتني. قال كهربا ممكن يقعد مع امام في الاوضه؟ ده اكيد يعني اكيد هو بيحب امام وامام بيحبه يعني قريبين من بعض. بس دي ربنا يستر على الاوضه دي. كهربا هيقعد مع امام في الاوضه ده خبر جديد للسوشيال ميديا. لا صعب يا كابتن اي حد هيجي النادي الاهلي لازم يبقى ملتزم. لا هم ملتزمين طبعا يعني هم في اليوم مش قصدي حاجه خارجه او حاجه عشان لا بالعكس. لا طبعا انا يحكى ان امام عاشور وكهربا كليهما احرقا مؤخرات مشجعي النادي باكمله. اجيال جديده بتطلع، الاجيال الجديده بتطلع. انا حتى لو اسماعيلاوي هقول لابني يا ابني انت اسماعيلاوي، يقول لي يا اسماعيلاوي ليه يا بابا؟ ده اللي بيكسب الاهلي او اللي بيكسب الزمالك، انت واخد بالك؟ فانا ليه اطلع؟ بيبقى دي الكوره اللي بيشجع عشان المكسب ده كابتن، ما بيشجعش الكوره، انا بشجع عشان خاطر انا مقتنع بالفرقه دي، انا مقتنع بيها، وانا بشجع نادي الزمالك النهارده بشجع عشان خاطر بطولات. ما احنا لو بنشجع عشان خاطر بطولات يبقى نشجع كلنا النادي الاهلي، النادي الاوحد بقى، هو النادي الوحيد اللي بياخد بطولات. ما هو عشان كده شعبيته اعلى. لا هو مش شعبيته اعلى، لان معظم اللي بيشجعوا النادي الاهلي ما لهمش في الكوره، هم بيشجعوا عشان خاطر هو النادي الاهلي. بجد والله مش بهزر، هو اسال اي واحد انت بتشجع مين هيقول لك النادي الاهلي، وانت بتعرف في الكوره عادي يقول لك لا انا بحب النادي الاهلي. معظم الشعب لا انت وانت يعني يا شوقي يعني انت اختبرتهم فنيا يا ابني؟ ما بيعرفوش مالهوش في الكوره، ما بيشجعش كوره، هو بيحب النادي لا ازاي؟ زي ما انت قلت ده دلوقتي لما يا شوقي والنبي اسمعني في دي والنبي اسمعني في دي. انت بتقول الناس بتشجع النادي، يا ابني انا انت بتشجع الاسماعيلي؟ قالوا لا انا مش بشجع الاسماعيلي يا بابا، ده الاهلي اللي هو اللي بياخد البطولات. والله انا عايز اوجه التحيه بتاعت المثل بتاع شلمي تنتون على تنتن واحد نتن والتاني انتن، ربنا يديم عليكم نعمه عدم القبول.